عدنا على حضراتكم مرة أخرى، لقاء الذي ينتظره كل مشاهدي 90 دقيقة، وأنا شخصيا أولكم الدكتور والكاتب والمفكر والأستاذ الكبير طارق حجي في 90 دقيقة. أهلا بحضرتك في لقائنا المعتاد. أنا هبدأ معاك بسؤال كل مصر بتتكلم فيه. أولا، رؤيتك إيه لشرم الشيخ والمؤتمر اللي حصل في شرم الشيخ؟ ثم وماذا بعد شرم الشيخ؟ يعني نبدأ الأول برؤيتك لشرم الشيخ وانطباعاتك عنها وانعكاسات شرم الشيخ وتوقعاتك بعد شرم الشيخ. يعني هو قول في ال10 سنوات السابقة على زلزال يناير 2011 كان كل الهم هو أن عصبة السلطة والمال بتشتغل من أجل مصالحها. يبقى دي مرحلة. المرحلة الثانية 3 سنين من السكون التام. الآن ثورة في الحركة. يعني لما ناخد قناة السويس دبيب كبير. قناة السويس لما يخلص المشروع المرحلة الأخرى أهم. شرم الشيخ موضوع بقى أكبر مما قيل عنه في الإعلام بكثير. يعني سياسيا تقدر تتكلم بلا حرج طبعا، واقتصاديا تتكلم بلا حدود. تقول إيه سياسيا؟ تقول إنك لو حطينا الكاميرا على جون كيري من يوم ما ابتدى المؤتمر، أنا جبت صورته لغاية ما خلص، نقدر نستكشف المعنى السياسي للمؤتمر. أن مدرسة ما كانت تعارض 30/6 تتراجع وتعترف إن مستحيل يكون الحشد ده إلا مع نظام شرعي. فسياسيا ممكن يتقال كتير. يتقال أن ما حدث يوم 30/6 ويوم 3/7 أخذ مظاهرة من الدعم الدولي لشرعيته. والحقيقة الجزء السياسي يتقال فيه كلام كبير. يعني في جملة واحدة في كلام ولي عهد السعودية اتسقف عليها أكبر عدد من الثواني، اللي هو ازدواجية المعايير. تقدر تقول كلام سياسي كتير كله إيجابي بلا حدود. اقتصاديا بلا شك إنه هو أهم حدث في مصر الحديثة، بمعنى إنه لا يقل مؤتمر شرم الشيخ على السد العالي وعلى مشروع قناة السويس. ده بالعكس أكثر بكثير لأنه متشعب. ما يضايقني أن هناك الآن حزب الباحثين عن العيوب. يعني من حقهم أن يقولوا على عشرات النقاط السلبية، ولكن لا يمكن أن ينكروا أن هناك دبيب حركة في عدة مجالات، في قناة السويس، في الحبشة، في إثيوبيا، في شرم الشيخ. هذا الدبيب من الحركة لا يمكن أن يكون كله إيجابيات. في كثير من الإيجابيات وفي مساحة للانتقاد والتجويد، ولكن عندما ندخل من أجل أن نبحث عن السلبيات معناه أن عندنا مشكلة كبيرة جدا. يعني احنا ما كناش بنعمل دوشة قبل 2011 إن كل الشغل لمصلحة عصبة، وبعدين 3 سنين من السكون، وبعدين في دبيب. هذا الدبيب قد يكون فيه سلبيات، مفيش مشكلة، بس احنا بنشوفه من البعض أنه بحث عن العيوب. بعد ده تخصص يعني أنا حتى عندما يعني الصورة بتاعت السيلفي اللي الرئيس عملها مع الشباب، كمية بقى الهجوم وكمية يعني ناس بتطلع تتصيد أي حاجة في أي حتة. لا، الحقيقة إن هو مومنتم، يعني دبيب حركة بقاله في عقود ما حصلش في مصر. ده لا يعني على الإطلاق إن ما فيش مجال لمناقشة العديد من السلبيات. تمام. لكن الحركة موجودة. يعني شوف، حط 3 مراكز للحركة: قناة السويس، شرم الشيخ، وإثيوبيا. كل واحد من ال3 حاجة استراتيجية جامدة جدا، ولكن يعني يناقش فيه أيضا. يعني ناخد قناة السويس، ناخد الحبشة. أنا تابعت اللي حضرتك قلته في الحلقة. الناس مش قادرة تتخيل الفارق ما بين معلم من القرن ال17 قاعد في وكالة بيقول نطلع طيارات كده تهوشهم ونرجع. ده السيد محمد مرسي في فضيحة الميكروفونات المفتوحة لما قال احنا نهوشهم ان احنا هنضربهم، ونسرب كلام ان احنا بنقول في القرن ال21 امور تتناول، ولا بالشكل اللي تم ده؟ طب بالشكل ده هل هو مرضي تماما
ما ينفعش تقول كده. تنفع تقول ان ما كانش في حركة ايجابية واتعملت خطوة ايجابية، ولكنها لا تجيب على كل الاسئلة الان، وده شيء طبيعي. يعني ما هو الرئيس قال النهاردة او امبارح العبرة في النتائج اللي بعد كده، في التنفيذ والنتائج اللي بعد كده. لكن أسس اليوم إلى التزام إثيوبيا بالشرعية، برأي الشرعية الدولية وفق للاتفاقات المبرمة قبل كده. يعني ده ما كانش موجود، إن دلوقتي إذا تضرر طرف فإنه يذهب إلى الأمم المتحدة. ده ما كانش في الحبشة ما كانش موافق على كده. لكن هل هناك الآن إجابات على كل الأسئلة؟ لا، ما ينفعش، لان احنا كنا ساكتين على الموضوع ده تماما. والحركه الوحيده اللي عملناها في 2012 الحركه المسرحيه الخائبه اللي اتكلمنا عليها، اللي هو ما قالوا نسوا الميكروفونات. نسوا مين؟ ده كانت متذاعه على الهوا، اللي كان فيها ايمن نور وبعض الناس الذين لا علاقه لهم بالامر. طبعا. وقالوا ان احنا هنهوش ونطلع الطيارات ونقول هنضربهم. يعني في حد في الدنيا بيحل مشاكله الان بهذه الطريقه دوليا؟ يعني معلش، هي كانت قاعده زي ما حضرتك قلت من القرن ال 17 بالظبط كده، في وكاله. بالظبط وكاله. طيب احنا على مدى الايام الماضيه بدانا نناقش في 90 دقيقه ماذا بعد مؤتمر شرم الشيخ. ايه اللي مطلوب، سواء على صعيد الموارد البشريه، الالتزام، في اجماع على حاجات كتير مطلوبه من المجتمع المصري انه يستعد للعمل، انه يستعد لكذا، وايضا اجماع على طلبات معينه من الحكومه المصريه، اماكن يجب تتحرك عليها الحكومه فورا، وان هي مش علشان تدي مصداقيه للي حصل في شرم الشيخ، وان انا هتحرك علشان ادعمك يا مستثمر، يا راجل، يا اللي داخل تعمل كذا، او يا مشاريع عملاقه غيره. انا بتحرك على صعيد حاجات معينه. انت شايف ماذا بعد مؤتمر شرم الشيخ؟ ايه اللي المفروض الحكومه تاخد بالها منه كويس جدا وتعتبره مشروع او مشاريع المشروعات المستقبليه بقى؟ ما انا كده خلاص. لا. الفلوس جايه، الناس عايزه تساعدك، عايزه تقف جنبك، النهر بخلص فيه، قناه السويس يعني. اقول لحضرتك دلوقتي قيل في المؤتمر، وانا اميل الى صواب هذه الارقام، ان مصر عشان تكون على طريق النجاة من وحدة اقتصادية كبيرة تعقبها وحدة اجتماعية تعقبها وحدة سياسية. ما هو انت لما ما بتشتغلش اقتصاديا بتحصل كارثة اقتصادية تنتج عنها كارثة سياسية واجتماعية. ان مصر محتاجة من 200 ل 300 مليار دولار. هذا المؤتمر اذا نجح نجاحا كاملا هيكون وفر ما بين الثلث والنصف، لكي تتحقق معدلات تنمية من 6 ل 8 في الجي دي بي، الناتج الإجمالي المحلي، مستدامة. انت محتاج تبقى من 6 ل 8% سنويا لفترة ما. عشان ده يحصل المرحلة اللي هي، يعني نفرض ان المرة دي احنا اتكلمنا على نصف المطلوب والمراد، النصف الثاني مرهون بنجاح النصف الاولاني، ويبقى بالتالي المتابعة من يعني هو انت محتاج في كل وزارة سيسي اخر بيقول احنا ما ينفعش ما نتابعش كل اللي اتكلمنا عنه. المتابعة هل هي موجودة في نظامنا؟ ايوه او لا؟ يعني في شواهد لعدم المتابعة طبعا. بس في شواهد للمتابعة. في وزير زراعة تغير لانه كان قد تعهد بانجازات معينة في مشروع 2 مليون فدان وما تمش. فاحنا محتاجين ده يبقى موجود في كل حاجة، ان يكون في كل، ان المتابعة، وهي من سمات القوات المسلحة المصرية. يعني من اكتر الجهات في مصر اللي بتعمل متابعة هي المؤسسة الوحيدة، المؤسسة اللي فيها متابعة. اعلنوا النهاردة ان الحفر هيخلص يوم 6. لو بيقولوا كل يوم عملنا كام في المية. فانت بدون المتابعة فيز 1 مش هينجح، وفيز 2 مش هيجي. مش كده ولا غلط؟ طبعا. فهي كلمة السر هي المتابعة. انت تريد حكومة، انا بقعد اكررها في كل لقاء، حكومة حرب فيها 30 وزير على شاكلة القائد ويعملون من اجل متابعة في كل المجالات. المتابعة دي اللي هتخلي ان الفيز 2 يجي. اذا ما هو احنا عندنا، يعني انا كنت في الاقصر من يومين،
الفقر اللي بيرى في القرى الصغيرة الناس مش عارفاها في المدن. ها احنا عندنا مشاكل مهولة تراكمت عبر عقود طويلة ملهاش نجاة الا انك تنمو ما بين 6 و8% بشكل مستديم، وحتى من 6 و8% وحدهم ما بيضمنوش العدالة الاجتماعية. ما هو كان في 7% سنة 2010، لكن كانت غالبا بتروح ل20 واحد. ها فانت محتاج انك تعمل التنمية 6 ل 8%، محتاج معاها حكومة مفتوحة العينين على العدالة الاجتماعية، وده كله بوادره موجودة. لكن دي قضايا الإعلام. ها يعني الإعلام دي قضايا مش قضايا محقق الحوادث في بعض الصحف اللي أصبح لما انتقل إلى الميكروفون والكاميرا قاعد يكمل محقق حوادث. ونظريته من سنة 45 من يوم ما اتعملت أخبار اليوم معروف هي النظرية قايمة على إن الخبر هو إن الإنسان عض كلب مش كلب عض إنسان. مش ده اللي مطلوب حاليا إعلاميا، المطلوب إن احنا نتكلم في اللي حضرتك بتتكلم فيه ده. شرم الشيخ أنا في رأيي إنها من أكبر الأحداث في تاريخ مصر الحديث. الروح اللي كانت موجودة كانت عالية جدا، وأنا كمان من اللي بيؤمنوا إن الأمور كلها ترتبط بالروح المعنوية. يعني دايما في كلمة في ودني ترن: من رأى ألمانيا ما بين 18 و 38 يعرف يعني ايه روح معنوية. واحد على الأرض متحطم بعد 20 سنة هو أقوى قوة في العالم. فالمتابعة المتابعة المتابعة هي كلمة السر، بمعنى لابد أن يقال وزراء لا يتابعون ويتم تغيير، والمتابعة في كل شيء. متوقع أن يكون في تغيير وزاري قريب تاني؟ لا، هي مصر يعني مصر في كل الأحوال محتاجة وزارة على مستوى الحدث والقائد. اللي يقول لي النهارده ان الوزاره على مستوى الحدث والقائد اقول له يا ريت تكون صح، انا مش بشترك معاك، انا لا اشترك مع من يرى ذلك. يعني هناك الكثير ممن هم على مستوى الحدث، ولكن هناك ايضا يعني خلينا نشوف موضوع البنت اللي اتحلق شعرها لما نشوف هيحصل ايه. وانا سمعتك كنت في العربيه وسمعتك انت بتقول بيتشال فيها وزراء. ده طبعا تمام. يعني اصل ده احنا الان عندنا حادثه ذات مدلولات عده، فيها سياسي وفيها اجتماعي وفيها ثقافي وفيها خطاب ديني، وفيها عاوزين نعرف المؤسسه التعليميه رايحه فين. ده انا عارف ان الكلام اللي بقوله ده فيه يعني شده. ده انا اجعله امثوله، اجعل المدرس مش ما اكتفيش بانه يتفصل، لا يدخل السجن زي انت ما قلت. هو اتسجن فعلا تحت التحقيق طبعا. قلت له ابشرك بالسجن. طبعا. ده تحرش وهتك عرض يعني قانونا. لا واحنا بص بنقول ايه، بتلبس بنت ليه؟ بنقول للسيدات في مصر احنا عندنا 3 انواع من السيدات فيما يخص الحجاب. واحده مقتنعه انه امر ديني بنقول لها بنحترمك، واحده مقتنعه انه امر ديني بس ما بتنفذوش بنقول لها بنحترمك، واحده بتقول هو مش امر ديني ومش هنفذه بنقول لها برضه بنحترمك. ده كسر ده. والثلاث حالات ديت هي الفارق ما بين مجتمع الاخوان ومجتمع مدني. لا يوجد حد من الثلاثه من حقه يعمل اكشن ضد واحد من التانيين. واحده بتقول ان هو شرعي وهلتزم، شرعي بس انا مش عاوز التزم، واحد يقول لك لا هو شرعي ولا هلتزم. الثلاثه بيحظوا عندنا بالاحترام بحقوقهم. ده جه كسر دي. طب انت ايه الفرق اللي بينك وبين داعش؟ ما احنا مش يعني احنا عاوزين ايه؟ الازهر يقول رايه في الافلام يقول بس ما يجبرناش. ما هو ده الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع الثيوقراطي. فهو ده لازم يبقى اصلا جات لنا فرصه ان احنا نخلي كل المدرسين يعرفوا مش معقول انت تيجي بسخامك الثقافي الفكري وتعمل اللي عملته ده. وانا يعني انا اقول لك حاجه، انا لا احب الشتيمه بس انا كنت مبسوط وانت بتشتمه. امال الشتيمه هتتعمل امتى؟ يعني اذا واحد مسك واحده بنت، مش انت قلت لي ان على المستوى الانساني لازم الانسان يقول لنفسه لو انا ابو البنت دي هعمل ايه النهارده؟ طبعا. مش كده ولا غلط؟ طبعا. يعني هستنى. ده في ناس يقول لك مش هستنى النيابه، بس هنقول له لا غلط. بس المهم كمان النيابه تشرفنا بسرعه الاجراءات. خلاص 4 ايام على ذمه التحقيق. لا وهو لازم يعني ده لما هياخد سنه او سنتين او اكتر ويتنفذوا هيبقى امثله للاخرين. مش هتعمل كده، مش من حقك تعمل كده، وهنقطع ايدك لو عملت كده، نقطع ايدك معنويا يعني. طبعا. هو طب خلينا بقى طالما دخلنا في التعليم، معظم المفكرين اللي استضفناهم عشان نتكلم على ماذا بعد مؤتمر شرم الشيخ قال لك هو فين التعليم؟ فين الاستعداد؟ سواء التعليم الفني علشان تدي بقى الكوادر اللي جايه، فين خارطه البطاله اللي تقدر تاخد منها انا عندي ايه علشان اعيد تدريبه مره اخرى. دكتور علي الغتيت قال كلمه هنا يوم السبت، قال المنتج التعليمي في مصر فاسد.
واحنا لازم ننظر الى التعليم بشكل مختلف، ولازم نتحرك عليه بشكل مختلف. رأي حضرتك ايه في الاهتمام بالتعليم النهارده؟ هل ده مش في اهمية قناة السويس اللي بنحفرها؟ لا اهم. يعني اهم. يعني انت بتقول ايه؟ هل مصر معضلتها في الحقيقة سياسية ولا اقتصادية ولا ثقافية؟ انا في رأيي انها ثقافية، بمعنى ان التدهور ده احدثه عقل معين مش العكس. يعني انا اولا هذا الموضوع حظى مني انا بكثير اهتمام، بمعنى اني كتبت على الاقل 20 موضوع في هذا وكتاب. انا مع الدكتور الغتيت تماما، معاه تماما ان المنتج مهلهل، بس احب اقول نقط محدده. المنظومه التعليميه المصريه احنا شايفين منتجها النهائي في الحضيض، تربويا وتعليميا، مش تعليميا بس، تربويا. المناهج، طريقه الاستاذ، ما ده الراجل اللي شفناه ده اللي بيحلق، في واحد تاني بيضرب، مش كده؟ بيضرب ويموت. مش من كام يوم واحد ضرب تلميذ، لا وفي تلميذ ضرب استاذه. وبعدين هو الفكره انت عاوز نوصل لفين؟ عاوز نوصل الى تربويا تفعيل العقل. تمام؟ الهدف الرئيسي من المؤسسه التعليميه هي الحاقك بالعصر عن طريق تفعيل العقل. احنا هنا بناخد صفر. طب هنروح للي خلونا صفر نقول لهم اصلحوا الحال، نبقى اغبياء. يعني احنا لو رحنا لمن بيده الامر وقلنا له لو سمحت يا اللي عملت المناهج دي صلحها، ده يبقى انا الجزء المدير اللي جوايا بيقول لا ده احنا كده خونه. انا ما ينفعش اروح لمدير مستشفى فاشله جدا واقول له اكتب لي برنامج اصلحها، انا بجيب واحد غيره. فانت حاليا محتاج ثوره في التعليم. انا مش شايف بوادرها، انا شايف عمليات ترميم. هل تعتبر ان دي سلبيه من سلبيات الحكومه، ان هو كل الناس مجمعه على اهميه التعليم بما فيهم الرئيس نفسه لما اتكلم عن التعليم واهميته؟ انا واثق لغايه دلوقتي شايفين تحركات كتير جدا. انا واثق بعدم التزام الحكومه، واثق ان الحكومه ملتزمه بالشفاه. عارف الانجليزي لما يقولوا ليب سيرفيس؟ يعني من هنا ولكن من يدرك ان التعليم والثقافه والاعلام اهم من كل الوزارات الاخرى. ما هو في النهايه ده بيتعمل بالتعليم وبالمناهج التربويه. اذا واحد اقتنع ان ده باظظ في مصر، ولازم نبتدي من هنا. انت شايف المنتج النهائي ايه؟ صفر. طيب هروح للي خربه. انا وريني من رئيس الوزراء الحالي شاردة او واردة تقول انه مهموم باصلاح التعليم كما انه مهموم بالطرق والعمارات. يعني عندك الحجر والبشر. انا متأكد ان لو واحد راح عمل فيلم تسجيلي وثائقي على زيارات رئيس الوزراء للاهتمام بالحجر سيجد اضعاف الاهتمام بالبشر. ليه؟ هو مش، انا متأكد ان هم مش شايفين ان المنتج التعليمي ده فاسد وعاوز يترمي ويستبدل. يعني هو الفكرة مش شايفين كده ليه؟ اذا كان هو الرئيس قال هذا الكلام، اذا كانوا هم قالوا هذا، كل الخبراء هو البلد الكبيرة اللي انت شفتها في شرم الشيخ دي اللي محتاجة رئيس يبث روح الحياة. هل يستطيع رجل واحد ان ينهض بهذه الامة؟ لا طبعا ما ينفعش، مش كده؟ هو محتاج فرق معه. الفرق دي لو مش مقتنعة مش هيحصل. يعني انا واثق ان المنوط بهم اصلاح التعليم لا يمكن ان يذهبوا الى الدكتور مراد وهبة ويقولوا له ايها الشيخ الجليل اللي العالم كله بيعرف انك احد افضل فلاسفة التعليم، قل لنا وانت ما زلت قادر على القراءة والكتابة والانتاج، قل لنا المنظومة ديت محتاجة ايه؟ ده ما بيحصلش. اصل هم فاكرين ان العمارة محتاجة تطلي من بره، العمارة محتاجة تتهد وتتبنى من جديد. يعني العملية كلها تربويا. خروج الولاد المسيحيين من الفصل في حالة تشبه الطرد محتاجة إعادة نظر. العلاقة بين المدرس والتلميذ محتاجة إعادة نظر. الأستاذ اللي ما بيعملش حوار ده، أنت عاوز ثورة فكرية كاملة. هل هي مقدور عليها؟ طبعا مقدور عليها. بس أنا مثلا بدل ما أدرس له مواد تجعله في الآخر مشروع داعشي، لا، ده اديله طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ. اعلمه، اديله شعر نزار قباني، ما اديلوش شعر يعلمه ثقل الظل واللغه السقيمه. يعني انا الماده التي تدرس
في الادب العربي تعلم الناس ان يكرهوا اللغه العربيه. انت لما تقول ان معظم الناس لا تتقن اللغه العربيه، هل هم فاعل ولا مفعول به؟ لا، هو مفعول به. يعني هو منتج لنظام سقيم. فالموضوع في الحقيقه يعني انا بقدر ما ارى دبيبه حركه رائعه في قناه السويس، في مشروعات شرم الشيخ، في انقاذ المأساة اللي كانت هتحصل بيننا وبين الحبشه، ارى ان لا يوجد مقابل ذلك في الحياه اللي هي السوفت سايد بتاع المجتمع. في كلمه جديده اللي هي بيقولوها ايه، انا مش عارف هنقول ايه على السوفت سايد، هترجمها ايه وانت لا افضل مني في الترجمه؟ لا انا ممكن اقول بتتقال على الجزء اللي هو الثقافي في المجتمع، ان انت اللي بتحرك المجتمع بالجزء الناعم، بالقوه الناعمه. دي الكلمه اللي بتستعمل في المراجع، جبتها، اللي هي القوه الناعمه في المجتمع. القوه الناعمه في المجتمع هي الاعلام والثقافه والتعليم والخطاب الديني. دي كلها محتاجه تشتغل معاك. لو اشتغلت وحدك في قناه السويس، لو المشروع بتاع قناه السويس لو الفريق مفيش بيتخدم زيه في الثقافه وفي كل مرافق السوفت باور، القوة الناعمة، انت عرضة ان كل مشروعاتك دي ما تشتغلش الا ب 10-20% من طاقتها. انت عشان تشتغل بنسبة 100% من طاقة هذه المشروعات محتاج ثورة في التعليم. يعني الخطاب الديني لا يقل اهمية عن التعليم. بمعنى احنا منتظرين النهاردة ان الازهر يقول رأيه في المجرم الذي اعتدى عمل هتك عرض زي انت ما قلت. طبعا هو هتك عرض. لا احنا كنا في كليه الحقوق بنفرق ما بين الفعل العلني المخل بالحياء وهتك العرض وفعل الملامسه، مش كده ولا غلط؟ طبعا. ده هتك عرض، مش فعل علني مخل بالحياء. طبعا. لماذا؟ لان في عنصر الملامسه. لا وهتلاقي محامين داخلين له وتحرش بانثى سنها اصغر من كذا، يعني هو داخل النهارده بيتكلم على 5 ل7 سنين كده مستريح. بس محمد احنا عندنا فرصه جيده في اللي حصل، يعني ان احنا هو ادانا فرصه بس المهم نستغلها، ان نجعله امثوله لمن يريد ان يفرض ثقافته الدينيه على احد. لا يا اخي، الحجاب اختيار شخصي. ده الفرق اللي بيننا وبين داعش. داعش بتقول لك مش اختيار شخصي، تعمله يقطع رقبتك، ها، لكن احنا بنقول احنا بنحترم الثلاثه. بالظبط. طيب نعود مره اخرى الى منظومه التعليم. هل انا هقدر استنى والمشاريع اللي جايه اللي هتطلب ايدي عامله وهتطلب خبراء وهتطلب خبرات، هل هقدر استنى لغايه لما تصلح لي منظومه التعليم بتاعتك؟ ولا ادخل بقى هنا على المشروع اللي الرئيس كان عمال ينوه عنه دايما، ان الرئاسه ستشرف على منظومه تدريب وتاهيل لشباب مصر هيتم اختياره طبقا لاحتياجات مشروعات واشياء كتيره في مصر. هل ده جزء من التطور؟ اعيد تدريب واحد متخرج، تعالى انت مهندس بس انت محتاج 6-7 اشهر، حضرتك رجل عامل ايوه ومهني في حاجه معينه، بس هدربك 3 شهور وتاخد مني شهاده عشان احددك او احضرك للي جاي ده، بحيث ان انا عندي النهارده 13% بطاله في مصر، استغل البطاله اللي موجوده. عندك حق، بس هو كمان ايه، لازم ندي الناس، يعني زي ما بننتقد نقول الصواب. يعني الان في وزاره لهذا، ما انا عارف طبعا. يعني في وزاره حديثه لاول مره، ان التعليم هو عباره عن عده وزارات، في تعليم عالي وفي تعليم فني. في الحقيقه انك لو استنيت المنتج او المخرجات النهائيه للتعليم هتستنى على 15 سنه. بس انت محتاج تعمل حاجتين في وقت واحد: تبث روح التعليم الجديده، المجتمع يبتدي يحس ان في روح للتعليم الجديده، تعليم قايم على الابداع، المشاركه، الاسئله مش الاجوبه. يعني تعليم بيخرج ناس بتؤمن بالدوله المدنيه، تمام؟ مش بيجي حد مخرب يقول في وسط المؤسسه التعليميه، وانا بشير لحد بدون اسمه، احنا ما عندناش مشكله مع دوله الخلافه بس ما تتعاملش بالطريقه دي. لا، عندنا مشكله مع دوله الخلافه، ما فيش حاجه اسمها دوله الخلافه، في الدوله المدنيه الحديثه. احنا مش عاوزين دوله الخلافه، احنا ما عندناش المشكله ان احنا نقول لك كده. وده شخصيه كبيره في احدى المؤسسات بيقول، تصور لما يبقى عندك في البنيان ده واحد بيقول لك ما عندناش مشكله مع دوله، ما عندناش، بس المهم نعملها ازاي؟ لا، عندنا مشكله مع دوله الخلافه، احنا عاوزين دوله مدنيه فيها دستور وقوانين وليس لها نفس ديني على الاطلاق.
والدين شأن شخصي. واحنا لازم نقول للناس الامور بالطريقه دي الوقت. ما عادش ينفع الطريقه بتاعت زمان ان تقول له احنا ما عندناش مشكله مع دوله الخلافه او مع تطبيق قوانين الشريعه، لا احنا مش هنعمل لا دي ولا دي، احنا عندنا دستور وقوانين دوله مدنيه حديثه. تمام؟ وهنستناك انت لما تتطور وتعرف ان تلك القوانين كانت لتلك الايام وتلك الامكنه. لكن دلوقتي الزمن اتغير ويجب ان ده اسلاميا يجب ان نتطور كمان. يعني الاسلام بيقول انك انت تتطور طبقا للحاله الزمنيه اللي انت عايش فيها. هو فكره الدوله المدنيه اصلها مش مترجمه قوي، هي لازم تترجم قوي في التعليم. يعني ايه دوله مدنيه؟ يعني وهي دي اللي هتخلق لنا الجيل الجديد اللي هيطالب بشيل بعض المواد من الدستور. ما ده لازم هيحصل. ما انت عندك الان حد بيقول لك من الحركه السلفيه اللي يقول عليا مش شرعي هقول له الدستور مش شرعي لان الماده كذا بتقول كذا. احنا مع التعليم هنوجد اجيال هي اللي هتقول في مجلس الشعب انا مش عاوزه الماده 2 ومش عاوزه كذا، انا عاوزه دوله مدنيه كامله. نرجع لسؤالك. في الحقيقه ان التعليم المهني هو اللي قصير المدى، تقدر تعمل فيه انجاز. تقدر طبعا تقدر تحول واحد من كهربائي متوسط القدرات او عامل بناء الى عامل عصري حديث في شهور. بينما عشان تعمل صيدلي بتقعد 12 سنه مدرسه و5 سنين كليه صيدله، عندك 17 سنه. لكن في التعليم المهني ومجتمعات زي، يعني انا هقول لك حاجه، انا من الحاجات اللي كنت سعيد الحظ بيها جدا ان كنت عضو في المجلس الاعلى للتعليم في ابو ظبي، وهم بيحطوا سياسه التعليم لغايه ما انتجت وقدمناها في اجتماع مع الشيخ محمد بن زايد في قصر البحر في ابو ظبي، اذا كنت مش غلطان في اسمه. ايامها كنا بنسمع لكل الخبرات العالميه كلها في اتجاه التعليم المهني. بمعنى ايه؟ كان يتقال اي مجتمع انت بتدخل 100 واحد في المدرسه في اولى ابتدائي، الدول المتقدمه كلها لاحظنا ان فيها 80 بيروحوا تعليم مهني، 80 واحد 80% و20 بيروحوا التعليم اللي احنا بنسميه العالي الجامعي. فبيقول لك ان اي مجتمع لو النسبه دي باظت ب 2 3% مش مشكله، يعني يبقى 75 و25، لكن لو اتقلبت النسبه الى 50 و50 المجتمع عنده مشكله رهيبه. وبعدين تصور ان اللي بيعرفوا يعملوا 80 و20 عندهم مجانيه تعليم. يعني فنلندا اللي فيها احسن نظام تعليمي فيها مجانيه تعليم. المشكله مش في مجانيه التعليم، المشكله انك تعلم كل الناس جامعي ببلاش. لكن انت لو عملت زي فنلندا او المانيا ان منتجك اللي دخلته في المدرسه 100 طلع لك 80 حرفي بالمعنى الواسع لكلمه حرفي. اصل احنا المشكله عندنا ان احنا لا نحترم الحرفي. ما طبعا ما بنحترموش. انا جيت اعمل له معاهد في الستينات وعملت له مشكله اجتماعيه في انه اسمه المعهد العالي الصناعي في بورسعيد في بلدنا. قعد هو يلح لما خلاها كليه هندسه. ليه؟ عشان البعد الاجتماعي. ويقول لك انا 5 سنين مش 3 وانا بكالوريوس مش دبلوم عالي. بالظبط. فبس المجتمع هيحترمه لما يبقى عايش كويس. يعني هو الفكره ان انت عاوز ان انت تشتغل على التعليم المهني، لان من حسن حظك ان بيديك نتائج في سنه واثنين وثلاثه انك تطلع في كل المجالات، الكهرباء بكل مستوياتها، النجاره في كل مستوياتها، الحداده في كل مستوياتها، السباك، الاتصال. الان عوالم جديده في الفنيه، مش لازم يكون الانسان كله مهندس كمبيوتر، ممكن يبقى فني كمبيوتر. فانت دي فرصتك الوحيده انك ما تقولش هو انا هستنى 20 سنه. هو انت عشان تطلع طبيب كويس بتستنى 18 سنه. فلا بلا شك ان فكره وجود وزاره لهذا، والبعض انتقدها من اللي هم بتقول متخصصين، حضرتك قلت عليهم طبعا نحن امام فئه متخصصه في انها تقول شوف يعطل المراكب السائر. ما قاليش النهارده الصبح انه ضامن لي ال 55 مليار متر مكعب. يا اخي اتعلم ان التفكير مسؤوليه، والمسؤوليه بتحتم عليك ان تقول ان انا النهارده عملت خطوه في الطريق السليم. لو سالتني هل دي تضمن كل شيء اقول لك لا، لما اعمل الخطوه الثانيه والثالثه والرابعه، مش كده؟ لكن التفكير العاطفي العشوائي اللي هو عاوز النهارده بعد ما كان عنده احتمالات حرب، عنده النهارده ضمانات حلول بالقانون الدولي لما يثار من مشاكل للاضرار باحد الطرفين. ده اللي اتحط النهارده. ده في اثيوبيا بالنسبه للاتفاق المائي. طيب ارجع مره اخرى، بخلاف التعليم
ايه اللي احنا محتاجين نستعد له كمجتمع مصري بقى بعد شرم الشيخ؟ الناس راحت فاتحه الشباك وبدات المحافظات، وناس بتكلمني وشكا احنا فين حقنا من المؤتمر والاستثمارات؟ احنا فين مش عارف ايه، فين المحافظه الفلانيه؟ لا احنا ما خدناش كفايه. ايه اللي المفروض نحضره للمجتمع؟ ايه الرساله اللي المفروض نوجهها له؟ ايه اللي المفروض المجتمع يستعد له في الفتره اللي جايه بعد مؤتمر شرم الشيخ؟ عوضا عن مواضيع كثيرة لا تهم هذه القضايا في الإعلام، على الإعلام أن يقوم بالوظيفة اللي حضرتك بتقول عليها دي، اللي هو أولا طبعا هو إيه؟ فين حقي؟ لا، هو فين فرصتي مش فين حقي. يعني هو لو كان حد قال لحضرتك فين حقي في اللي تم، أقول له لا، هو مفيش حاجة اسمها فين حقي، هي فين فرصتي، مش كده؟ لا شك أن الدولة هتقوم ببيان الإعلام هيتوصل إليه للفرص الجديدة، وهيبقى مطروح أمام الناس. يعني أنت هتخلص في اغسطس قناه السويس، هيبان بعديها على طول عشرات المشروعات اللي هتكون على المائده، ونفس الشيء في شرم الشيخ. يعني انا مش قادر اتخيل هم طرحوا ان في واحد يقول لي محافظه بالاستثمارات اللي موجوده فيها يعني والمشاريع اللي اتمضت. لا ما هو دي وظيفتك انت، تروح تبحث عن يعني المواطن اللي هو عاوز الدوله تحط له في فمه الفرص. لا، روح ابحث انت في مخرجات المؤتمر وشوف لك فرص واشتغل عليها، لكن كمان ما تطلبش مننا نقول لك ايه هي فرصك. يعني اصل برضه ما هو ايه، عيوب مصر فيها علاقه جدليه بين عيوب حكومه وعيوب مواطن. يعني طبعا مش كل العيوب عيوب حكومه، يعني في علاقات في مشاكل في المواطن. يا راجل ده عندنا في الفيسبوك بتبقى كاتب حاجه، واحد بيسالك بيقول لك ما قلتش ليه كده، وهي موجوده تحتيها بسطرين، معناها ان المواطن السلبي محتاج ان هو من خلال الاعلام ومن خلال التعليم ان هو يعني يبحث عن فرصه. يعني لو واحد يقول لي النهارده انا فرصي ايه في شرم الشيخ، اقول له والله ده سؤال شديد الكسل. ها، دي شغلتك انت، انك تبحث عن، تروح تشوف المشروعات الجديده وانت فين لك فرصه فيها والى اخره. ننتقل اقليميا شويه. الحديث اللي خرج في الايام اللي فاتت، الحقوا باب المندب، الحوثيين يتقدمون الى باب المندب، الحقوا الى كذا الى كذا. طبعا رأي حضرتك ايه، خاصة في ظل ان ده ممر مائي دولي؟ يعني طبعا هو ممر مائي دولي وفي غاية الخطورة، ولكن اغلاقه شبه مستبعد، لان القوى التي ستتحرك عديدة، منها مصر ومنها السعودية، بمعنى انه لو جرب ذلك سيكون رد الفعل شديد جدا وعنيف جدا وينتهي بفتح المضيق في ساعات. لا وبعدين في قوة تانية بعت اجزاء من اسطولها هناك عشان القراصنة بتوع الصومال. تمام، بالظبط، عشان تحمي المرور رايح جاي. بالظبط. الصين مش هتسكت على التجارة، اوروبا مش هتسكت على التجارة، امريكا مش هتسكت على القطع البحريه بتاعت يعني. لا، والسعوديه ومصر دولتين طبعا عندهم بحريه قويه، وزي ما انت ما بتقول في قطع بالاساطيل الاوروبيه موجوده كلها عند القرن الافريقي. أي. المشكله اكبر من مجرد ان تكون باب المندب فقط. باب المندب مشكله لو حدثت فسيكون رد فعل عنيف جدا يؤدي الى محو العدوان، ولكن المشكله انك في اليمن بتشوف ثمار ما سمي بالربيع العربي. بتشوف دولة صغيرة بتتجزأ قدامك إلى، يعني دلوقتي في حشود حوثية لغزو عدن لأن الرئيس هرب وراح عدن. فأنت عندك إن المشكلة اللي موجودة في سوريا والعراق واليمن وليبيا بدرجات مختلفة. يعني أنا أعتقد إن ليبيا فيها فرص الآن إلى التحسن. العراق ده موضوع كبير جدا، لان اللي بيحاربوا داعش هم من خلقوا داعش، وبالتالي فانت مش عارف الى اي حد فيه جديه وانصراف نيه للقضاء عليهم. اليمن طبعا خطر للسعوديه بلا حدود، ولكن انت الان يعني بالنسبه لي انا كمصري ادعو الناس ان تتامل ماذا كنا سنكون عليه لولا 30 احنا كنا هنكون دوله من دول. 100%. وانت عندك كل بذور ايضا اللي يشتغلوا عليها. يعني ان هو ما هو باختصار شديد جدا، يوم 11 سبتمبر 2001 امريكا اخذت لطمات شديدة على الوجه والظهر، بدل ما تصل الى ان العفريت ده احاربه، قالت
اصدره في جهات ما. انا هصدر العفريت ده للمجتمعات اللي فيها جذوره، واتفق معاه على اتفاقات معينه. ما تقربليش وروح خد دول. ما تقربليش انا وبنتي، انا امريكا وبنتي اسرائيل، ما تقربليش انا وبنتي، وما تعملش عمليات اخرى مشابهه لنيويورك والبنتاجون، وروح اشتغل. فهي قضيه اليمن جزء من ده. بس انا شايف ان حتى في ده في تحركات صغيره ضد المشروع الشرق الاوسط الكبير. بمعنى ان اللي حصل في مصر هو رمانة الميزان، التعبير اللي انتم استعملتوه في الجزء الاول من البرنامج. لو ان مصر كانت كررت الواقع العراقي السوري اليمني الليبي، لكان مشروع الشرق الاوسط الجديد قد تم. الان واللي انت شفته في شرم الشيخ سياسيا مش اقتصاديا بيقول ان في ناس مش موافقه على ان احنا نكمل في الطريق ده. يعني انا رايي ان الاعلام المصري في الحقيقه يعني لم يعطي كلمه رئيس وزراء ايطاليا ورئيس وزراء اسبانيا الحق من التمجيد. لا ده دول اللي خرجوا. انا عاوز اقول لك ان في رايي ان افضل من معظم الكلمات العربيه. طبعا. يعني الراجل بتاع رئيس وزراء ايطاليا لو انه محامي عن وجهه نظرنا لما قال اكثر مما قالوا. ونفس العمليه عند رئيس وزراء اسبانيا. ليه؟ لان دول جزء من المجتمع الغربي، بس لانهم جغرافيا في البحر الابيض المتوسط، وعارفين ان داعش اللي في ليبيا دي على مرمى 6 ساعات. الحقيقه كلمات، يعني انا اتمنى ان يبقى فيه تغطيه اعلاميه يجيبوا كلمه رئيس وزراء ايطاليا وتترجم ويتعرف منها قد ايه في شرخ في مدرسه الربيع العربي المصنوع امريكيا. وهم كانوا بيوجهوا كلام. ما هو عشان كده لما كيري قام وقف قال لهم انا ما اقدرش اقول حاجه، ما اقدرش. يعني واحد وزير خارجيه بص في الورق اللي قدامه واتكلم من دماغه، انا اؤيد، انا اساعد، احنا هنفضل طول عمرنا جنب. يعني ما قدرش يقول غير كده. I cannot say other than this. ما اقدرش اقول حاجه تانية غير ان انا اللي شفته ده هو ما كانش متوقعه. لا الحقيقه انا اتمنى ان الاعلام ياخد كلمتين ايطاليا واسبانيا ويفهم الناس قد ايه 30/6/2013 مسنوده ب3 يوليو عملت شرخ في المشروع الشرق اوسطي. ده ما يبانلكش من كلامنا احنا. ما هو انت بالطبيعي تقول كده. ها؟ الطبيعي ان السعوديه معاك، الطبيعي في المنظور الحالي ان الكويت معاك، الطبيعي ان الامارات معاك، بس لازم تشوف اللي مع امريكا في الحلف الاطلنطي قال ايه. تمام. وده يقودني الى مؤتمر القمه العربيه القادم في شرم الشيخ. طبعا هيبقوا خبطتين ورا بعض، مؤتمر اقتصادي برسائل سياسيه قويه جدا جدا، ثم انعقاد مؤتمر القمه العربيه في قلب شرم الشيخ. والمره دي هيكونوا زعماء العرب وملوك العرب اكتر بكتير في حضورهم من اللي اجوا في شرم الشيخ. انا اعتقد ان المجموعه الكبيره اللي اجت في شرم الشيخ ستعود مره اخرى، وايضا اللي ما جاش شرم الشيخ كاقتصادي وبعد من ينوب عنه على مستوى عالي سياتي الى القمه العربيه. رؤيتك ايه للبعد الامني العربي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي بكل وضوح؟ هل تتوقع اتفاقيه دفاع مشترك واضحه؟ هو احنا عندنا 3 مدارس من الحضور. مدرسه مصر، الامارات السعوديه، الكويت، البحرين، دي مدرسه، ولبنان دي مدرسه، والاردن صح، عندك حق تماما، دي مدرسه ثالثه قبل ما اقول للثانيه قطر، ومن قد يكون متعاطفا معها، وفي النص اللي هم اقرب الى الوسط، الجزائر والمغرب. ما هم دول ما هماش زي الكويت والامارات في موقفهم. لا ما هو حتى في الموقف السياسي ما هماش محددين الابيض والاسود. يعني الامارات، لا المغرب حددت قوي. ما كانتش محدده في الاول بحكم رئيس الوزراء، بس انت ايدك في المغرب جامده انا عارف. يعني اثق في اللي انت بتقوله صح يعني. لا يا ملك المغرب جاي. طبعا جاي القمه. طبعا، بس هو المجيء مش لمصر، هو جاي للقمه العربيه. ده صحيح تمام. فهو الجزائر ايضا وقفت مع مصر في وقت من الاوقات. يعني انت عندك ال3 مجموعات دي اما هتكون في شرم الشيخ. السودان بتحطها في اي مجموعه فيهم؟ الوسط. كانت في المجموعه
التالتة كانت في الثالثه وبقت في الوسط، ودي ردا للناس اللي هي مش عارفه فايده العمل الاستراتيجي التراكمي. العمل الاستراتيجي التراكمي، يعني انا مبسوط من اللي انت بتقوله. المغرب لو ترك الامر رئيس الوزراء بس يمكن يقعدوا في الثالثه. ما طبعا مع المغرب رئيس وزرائها كيوان طبعا مش اسمه كده ولا كيران؟ نعم؟ بن كيران. بن كيران. ف انا اعتقد ان الغلبه في شرم الشيخ هتكون للمدرسه الاولى. تمام. بحكم ايه؟ بحكم انها الاكثر ثقلا. ما هو الاكثر ثقلا في العالم العربي هم المجموعه الاولى، وكان مفروض تكون معاهم العراق وسوريا والجزائر والمغرب. 2 مجروحين و2 انتقلوا ما بين الثانيه والثالثه الى الثانيه والاولى. تمام. فانا اعتقد ان الحساسيه هتكون مع قطر. ولكن اعلنت قطر النهارده حضور الامير تميم الى القمه العربيه. هو في الحقيقه منطق الهمجيه في التعامل مع هذا الموضوع لا يؤدي الى نتائج مرجوه. يعني معنى ايه؟ يعني ما ينفعش الا التغيير بالحوار والتغيير التراكمي للمواقف. يعني المواقف الحديه اللي هو هتقول ايه، امير قطر ما يجيش لان ده بيرضي الراي العام، ده لا يؤدي الى نتيجه. ما ينفعش اقول له ما يجيش، دي لا قمة لا لا, عربية. هو يجي وتكون الصيغ العامه في اتجاه معين، اما ان تجبره او تحرجه، مش كده؟ لكن ما ينفعش انك تمشي بمنطق الفيسبوك ان انت بتشتمه. يعني الدول ما بتمشيش بالطريقه دي. طبعا. يعني طيب. هو ما فيش غضب. يعني في السياسه في حسابات. ما الذي تتوقعه استراتيجيا من القمه العربيه القادمه؟ اعتقد ان المجموعه الاولى اللي مصر فيها هتكون اخذ دعم كلي من المجموعات الاخرى اكتر مما هي عليه النهارده. يعني الغلبه في الخيارات. بس طبعا انت عندك اللي هم بره الملعب بسبب مشاكلهم كتير. يعني انت محتاج الدعم المعنوي الليبي، بس الليبي منكفئ على الداخل. عنده مشاكل. وسوريا نفس الشيء. وفي امور كتيره ستلمس في المؤتمر ما اعتقدش الاعلام سيتطرق اليها. سوريا يعني مصر اعترضت على تمثيل المعارضه السوريه نيابه عن سوريا. ده منتهى الحكمه. وبالتالي سيظل مقعد سوريا شاغرا. ده هو اصلا عندك في شرم الشيخ ناس زينا احنا عاوزين الحكومه الحاليه في سوريا لا تدمر، وانما لو يحدث تحول سياسي دون انهيار الدوله السوريه، وان تبقى سوريا دوله موحده. بس عندك في نفس الاجتماع ناس بتمول الجبهه الاخرى. فيعني ليس كل ما يناقش في العلن هو اللي هيناقش في يعني في دول هدفها الاول سقوط الدوله السوريه وانفقت مليارات. فالجزء المعلن في جزء اخر غيره في غايه الحساسيه والحرج. يعني هي الصوره يعني ابعد ما تكون عن ان تكون ورديه، ولكن هناك عمل يمكن القيام به لاحداث تغيرات نسبيه في صالحنا. نسبيه في صالحنا كوطن عربي ولا في صالحنا كمصر؟ لا، انا كنت اقصد مصر. واقصد ان الجبهه اللي فيها مصر والسعوديه والامارات والكويت، انا في رايي ان انتصار هذه المدرسه في التفكير هي لمصلحه الدول العربيه. من حق البعض ان يقول لا انت غلطان، بس انا رايي ان هذه المدرسه التي تتسم بالعقلنه اذا هي اللي عملت تقدم للامام على حساب الحناجر، فده لمصلحه المجتمعات العربيه كلها. تمام. طيب، وده ينقلني الى سؤال اخر بعد كده. احنا النهارده بنتشعب في مصر اقتصاديا، بنكبر اقتصاديا، بنكبر على مستوانا ودورنا الريادي، دعم الدول العربيه لينا، يعني في تحركات كثيره جدا. مؤتمر القمه جاي. امريكا بقى اللي حضر المؤتمر ووشه اتغير وقعد يعمل كده وكده، ولما وقف الرئيس الفلسطيني يتحدث جون كيري كان عمال يخبط على ايديه. انا جبت الصوره هنا وهو بيتكلم ده، وده عمال يخبط على رجله وهو قاعد، يعني مش قادر يحوش نفسه من الامبريشنز. وده هم بيدرسوا ازاي تقعد وانت قاعد تبقى هادي.
الولايات المتحدة الأمريكية في كل هذه التحركات اللي شغالة نظرتها هتكون عاملة ازاي؟ ثم إيران والتقدم الإيراني والاتفاق الإيراني الأمريكي اللي بالتالي هيخلي أمريكا ما تتحركش مع الحوثيين قوي أو ضد الحوثيين قوي. رؤيتك؟ احنا يعني اي توقعات لتغيرات جذرية كلية شاملة في الموقف الامريكي تبقى ساذجة. ده مش هيحصل. ولكن الظرف الدولي وكون اوباما داخل على نهاية فترة رئاسته الثانية وانه ما عندوش اغلبية ديمقراطية لا في ده ولا في ده من مجلس، خلاص فقدهم، فقد الاثنين، وهيفقدوا الرئاسة. الحزب الديمقراطي لا يمكن هيجي غالبا. فاحنا الظرف التاريخي بيسمح لنا بان احنا نعمل انجازات على مدرسة اوباما في التفكير، ولكنها ليست انجازات افلام. يعني انك تخلي امريكا تقول ان انا بصفق ل 30 6 و3 7 ده مش هيحصل. ولكن اللي كان فيه جون كيري امريكا فيه. الموقف اللي انت بتقول عليه ده اللي انت صورته ده مش جون كيري وحده، ده امريكا فيه طبعا. يعني امريكا في الموقف اللي كان قاعد فيه جون كيري. يعني يكفي الخطأ السليب الغلط اللسان ساعة ما قال انا جاي هنا عشان اتكلم. احنا كلنا هنا من اجل مصلحة اسرائيل. وبعدين رجعوا ما دافعوا عنه ما قالوش انه غلطان ولا حاجه، قالوا هو عنده فتيج تعب. قال لك كان تعبان ونزل من الطياره. لا هو قال الحقيقه. يعني هو ما يعني هو قال الحقيقه. لا وبعد كده ما هو جون كيري بعدها بكام يوم لسه من يومين غلطان وهو واقف يتكلم عن الخليج العربي وقال الخليج الفارسي. طبعا هو ما يقدرش يقول كلمه الخليج العربي، ايران هتروح رافعه سماعه التليفون تقول له احنا مش اتفقنا. تمام. ارجع تاني اقول ان الظرف التاريخي بيقول، التاريخي على المدى القصير قوي، ان مشروع اوباما معرض لهزيمه نسبيه بسبب اللي انا قلته، ان هو ما عندوش اغلبيه. الرئيس الجاي غالبا ريبابليكان جمهوري، هو ما قداموش سنتين. كل ده الموقف اللي شافوه في شرم الشيخ، بس ده بيخليك ان انت يعني عارف ايه، تفل بعض من الحديد. يعني مش كله. واول ما تغلط يطلع لك هو ويقول لك حقوق الانسان ما اعرفش ايه كده، لان هو في صراع، يعني في كونفليكت كامل بيننا وبينهم، ولكن في مساحه للحركه في الكونفليكت تخليك تقدر تقول ان امريكا ممكن تبقى ممنوعه من عمل كل ما تريد لغايه نهايه اوباما. فانت تستغل الفرصه دي. لا ما عندوش فرصه. يعني هو المشهد بتاع شرم الشيخ هو دلالاته اكبر من مجرد التسقيف والصوره والناس، هو ان معناه ان العالم ليس فرقه موسيقيه بيقودها اوباما بالشكل الذي يريد. وموقف روسيا، الاستثمارات الروسيه في مشروع قناه السويس الفيز 2 دي كلها حقائق بتقول ان الناس اللي عاوزين امريكا مسرح دولي لا تعربد فيه قوى عظمى وحيده، عندهم فرصه لعمل انجازات ما هياش انجازات اسطوريه لكنها انجازات. يعني ان هو الموضوع كله ان في قوة عظمى عاوزة يبقى ماسك عصاية المايسترو والناس كلها تعزف. ده مين بينكفه؟ احنا في اللي بينكفوه. روسيا في اللي بينكفوه. الصين مناكف اكبر ولكن بطريقتها، انها بتلعب اقتصاد بقوتها الاقتصادية طبعا. فانا شايف ان يعني السياسة الحالية التي تفهم العالم بمفهوم استراتيجي جاي من فهم أجهزة المخابرات لحقائق الصورة بتقول ان مصر بتلعب بذكاء في الحد من اضرار ومخاطر المشروع الامريكي. يبقى لسه باقي ايران من اكبر المستفيدين من المرحلة الحالية، لكن يعني ايران قالوا احنا مش محتاجين ان احنا ندور ان بقى في امبراطورية ايرانية، والغريبة ان عاصمتها مش طهران، قالوا عاصمتها بغداد عشان هو يهمه المد اللي بره الحدود، ان هو في هلال شيعي من غرب افغانستان الى البحر الابيض المتوسط اللي هو جنوب لبنان. ده صراع
تاريخي واستراتيجي وسياسي واقتصادي بلا حدود، ولكن لا يلعب أيضا إلا بذكاء وبالحد من تقدم المشروع، عن طريق ان الطرف الاخر يكون بيعمل اشياء حكيمة وصائبة. يعني ده مش هيتحل عسكريا كلام، ولو اتحل عسكريا يبقى لمصلحتهم طبعا. يعني هو الفكرة. ما هي النهارده لما انا شفت الاتفاقيات اللي بتتم بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، العدو الدائم، انت النهارده علشان تتحرك على ده هو هيسمح له بمد، هو لازم هيسمح له بمد، ما هو في حاجة مقابل شيء. احنا عرفنا جزئيا ايران كانت عايزة ايه، طب هي امريكا عايزة ايه من ايران، ثم ستسمح بايه؟ هقول لك من الحاجات الامريكا المفاجآت الغريبة جدا، ان معظمنا كان بيظن ان الاصولية الشيعية والاصولية السنية لن يلتقيا، هما ملتقين الان في علاقة ما بين التنظيم العالمي للاخوان وما بين ايران بياخد دعم، وهم كانوا داعمين للوضع هنا، والسجون اللي اتفتحت وهرب فيها مرسي هرب منها ايضا ناس من الهلال الشيعي، بمعنى ان في صراع اخر غير اللي مع امريكا، في صراع جوه المنطقه. هذا الصراع يحتاج الى، يعني مش هيتحل ان احنا نقوله هنا، ولكنه محتاج الى حسابات استراتيجيه وسياسيه واقتصاديه عميقه، ولن يحل عسكريا، وان حل عسكريا فليس لمصلحه الاعتدال والمعقوليه. احنا كده بنخش هيبقى زي اليمن يا استاذ محمد. لا مش بس كده، داخل على الحرب العالميه الثالثه بقى. لا لو حتى لو من غير الحرب العالميه الثالثه يعني لو اللي بيحصل في ايران في اليمن، والوضع اللي كان بيتم في العراق، لولا ان في حد فرمله شويه صغيره مش فرمله كتيره، يعني حكومه المالكي اعتبرت ان امريكا كانها راحت العراق عشان تسلمها للشيعه، تمام؟ دلوقتي في نوع من التراجع النسبي البسيط في كده بسبب داعش، لان ما هو من حق البعض ان يقول لولا حكومه المالكي ما كانش بعض الفرق السنيه يأست من كل شيء الا داعش. مش كده ولا غلط؟ ده صحيح. يعني لما اكون انا ضابط عندي 35 سنه عراقي ومرمي مرفوض من الجيش، لان بول بريمر كان رايه كده، ومفيش حد مفتوح له صدر الا داعش، في احتمال اروح. انا مش هروح، بس في ناس تروح. ف يعني احنا الصراع الايراني العربي محتاج يتناول بحكمه غير عاديه، وبسياسه واقتصاد واستراتيجيات، انه ما يتحلش بس بانك يعني تبقى ايدك شديده على المجتمعات الشيعيه في بعض المجتمعات العربيه، ما تتحلش بكده، لان الشده على المجتمعات الشيعيه جوه المجتمعات العربيه بتؤدي الى هجره وجدانيه لطهران. طبعا بتخلي واحد في مناطق معينه في الخليج العربي بيحاول يتعلم فارسي ويسمع اغاني ايرانيه، لان هو لم يجد. ما شوف بص هقول لك حاجه، يعني انت يا استاذ محمد وصلتني الان ان اقول بالنسبه للشيعي اللي في اي دوله عربيه، انت عاوزه يقعد في البلد دي ويبقى مواطن من الدرجه الاولى زيه زي غيره، تقيم العلاقه بالمواطنه. لو اقمت العلاقه بالدين هو هيبقى ولاؤه لحد تاني. ما عشان كده، مش كده ولا لا؟ نجاح الكويت في الموضوع ده غير مسبوق. طبعا غير مسبوق طبعا في الموضوع ده، في حين ان الفشل اللبناني في الموضوع ده ايضا غير مسبوق طبعا. ما هو وادى الى حروب اهليه. ما هو انت في الكويت لما بتلاقي وزيره من الشيعة، وزير من الشيعة ومسؤول من معصومة مثلا او خلافه، فانت بتدي رسالة للناس زي اللي موجودة في الهند. لما في يوم من الايام من 4-5 سنين بس كان رئيس الجمهورية من المسلمين ورئيس الوزراء من السيخ، يعني الاثنين من 15% الاقلية. انت بتدي رسالة للمجتمع ان المواطنة هي اساس كل شيء. لو عملت كده في البحرين، لو عملت كده في السعودية، مش هتخلي ولاءات. انا بقولش ان الولاءات لهم ايران، بقول ما مش نظريا لكي تكون ولاءات الشيعي السعودي للسعودية يجب ان تكون العلاقة الحاكمة بينه وبين الدولة هي المواطنة. اول ما تحكمه علاقة دينية يبقى هو هيبقى من الدرجة الثانية، لان كلمة رجل الدين السني بتقول له ايه الصواب والغلط، وده ما ينفعش. ما ينفعش اقامة اي دولة حديثة على اساس ديني، ما ينفعش. وعلى فكرة
اكتر دول بتطبق ده هي دول الخليج الان. لا يعني طبعا دولة الامارات دولة مدنية جدا، يعني والكويت دولة مدنية جدا الى ابعد الحدود. يعني حتى لما واحد يقول ان الكويت فيها مد اخواني اقول له ثقافي، لكن الدولة مدنية، والدولة في الامارات مدنية، والدولة في البحرين مدنية طبعا. يعني الخلاف خلاف سياسي شعبي. فانت مالكش حل لنا جميعا. يعني احدى الاشياء اللي لازم كل الناس تتعلمها من ال4 سنين اللي فاتت، عاوز تعيش في مجتمع امن يبقى عندك دولة مدنية. اذا ما عندكش دولة مدنية فانت ذاهب الى الصراع والى الحرب الاهلية. ده اوروبا لما حلت المشكلة دي اتجهت للدولة المدنية. استاذنا الدكتور والمفكر الكبير الدكتور طارق حجي، بنسعد بوجودك معانا في 90 دقيقة. بشكرك على وجودك معانا، ونلتقي قريبا ان شاء الله. وبشكر حضراتكم على المتابعة. حلقة دائما بتكون متميزة للغاية، فكر مختلف، بنقعد نفتح شوية نبص ونشكر ربنا على الحال اللي احنا وصلنا له النهارده. اللي احنا استعرضنا مع حضراتكم كل حاجة، من المؤتمر للتقدم للتعليم لما يحدث حولنا للقمة العربية لأهمية القمة العربية. وأتمنى أن الأمور تسير بهدوء، بس تفضل مستمرة أن هي تتقدم إلى الأمام. نشوفكم بكرة 90 دقيقة إن شاء الله.